اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا باعوا لي المطر، احنا بشهر الخامس وسبحان الله بعدها ساعة حارة ساعة باردة ساعة تمطر، والحدث ما عرفنا الجو شتا صيف ما ندري، الله أعلم. شلونكم حبايبي؟ شلون صحتكم؟ يا رب الكل يكون بخير وتبدأ تشوفون فيديو اليوم. طبعا اليوم راح اسوي معشوقة العراقيين، ما شاء الله من بدايتها قلنا. المهم هلا معشوقة العراقيين اللي هي الدولمة. يمكن بس اني مو هالقد وياها. قبل لا تحجون تقولون وانا عراقية ما تحب الدولمة، والله صراحة اني مو هالقد احب الدولمة. زين، يعني احبها بس مو انه مثلا شلون طبقي المفضل، لا لا، احبها عادي. زين حبايبي، اليوم اخر يوم امتحان وشفت المطر، سبحان الله. ما اقول لكم يعني شنو، احنا شتا صيف ما نعرف. شتينا احنا ترى، على فكرة يعني اطفالي شتيتهم. دير بالكم على اطفالكم لان حرفيا الجو يمرض، فما ادري احنا ويا الصيف نصيفهم ويا الشتا نشتيهم. المهم حبايبي نرجع للفيديو مالتنا. طبعا اليوم مثل ما قلت لكم اخر يوم امتحان، وابني قال لي ماما مشتهي دولمة، وابني يحب هالدولمة يعني. زين، انا صراحة مو دائما اسويها، ليش اكذب عليكم، مو دائما نهائيا مو دائما يعني. زين، قلت لما يخاف ماما تتدلل. اول ما سويت طبعا حفرت الشجر وسويت البصل، وهنا أنا ثرمت طماطة وبصل، وشفتوا هرست الثوم، وحطيت مال شو اسمه بطن مال، هو مال مو حفرت تاني الشجر، فاخذت واحدة من عندهن يعني مالته، البطن مالته، وحطيته وياهن ثرمته. وهنا عندي اقل من الكيلو لحم مثروم، حطيته وياهن. اذا مثلا لي عندكم ثرم وياه بعد افضل. زين حبايبي، وحطيت اكيد دبس الرمان وحطيت التمن عنبر. زوجي قال لي حسوي هالمرة بالتمن عنبر، خلينا نشوف شلون تطلع. اكيد طلعت تخبل يعني، تعرفون بعد تمن عنبر. زين حبايبي، واكيد حطيت رشة لامندوزي. صراحة ما ردت تصير حيل حامضة، لان تعرفون احنا العراقيين نحبها حامضة ولا ودهينة. زين، بس ما حبيت اسويها على مود الاطفال همين خطية. زين حبايبي، وحطيت اكيد معجون لازم. انا هنا طبعا حطيت معجون، وهمين حطيت مرة ثانية هم معجون. زين، نحبها احنا حمراء. اكو بيهم يسووها يعني مو حمراء بيضة، يعني معقولة طيبة. احنا ذا مو حمراء حيل، صراحة مو هالقد نحبها هيج، مو هالقد يعني نحبها ذا مو حمراء. زين حبايبي، هنا حطيت البهار اللي هي شو اسمه، لا تقولون ايش قد دعوة هالقد حطيت بهارات، هي لازم دولمة يعني بالبهارات هم تصير طيبة اكيد. حطيت بهار دولمة، على فلفل اسود، على شوية سماق، شوية بابريكا، ومنها وملح اكيد، ولا مندوزي قلت لكم. واهم شي هاي، ورجعت خلطتها مثل ما شفتوا، خليتها على صفحة بين ما اجي على السلق. طبعا اسوأ شي بدهم السلق الصراحة، لان يعني غسله لازم تغسليه عدل حيل، يعني تعرفون بعد الطين وما اعرف ايش، فصدق يضوج. وهنا مثل ما شفتوا قعدت بالمطبخ على وفتحت الباب الصراحة، والمطر اللي يخبل الصوت مالته، وفرشت هاي مثل ما تشوفون، وقعدت والتموا اكيد الكتاكيت هنا يمي. زين، طبعا دي شفت اختي، كان عندها امتحان يعني، وشوية مدرستها قريبة علينا، مو حال قريبة بس شو يعني قريبة، شوية بالخط يتأخر عليها وسالفة شوية يعني طويلة، فتجي علينا. المهم حبايبي، مثل ما شفتوا انا حطيت لي بالقاع ما جدر. اذا عندكم ضلوع، كان الصراحة ما متوفر عندي ضلوع. اذا عندكم طبعا بعد افضل اكيد حطوا ضلوع، وهم حطوا وياها ليا، يعني اللي تنطي نكهة تخبل الدولمة، ما شاء الله. مثل ما شفتوا هنا، أنا بالبداية نسيت احط الصراحة العضود، بعدين حطيتهن. زين حبايبي، وهنا بلشت عاد احشي بالبصل. زين، وهنا حشيت همين الشجر، وسديته عدل وحطيته بالجدر. طبعا حبايبي تعرفون انتوا لازم الاطفال يلتمون اذا هاي هيك السوالف، خاصة اذا بالقاع. والله قلت ما ظل انا قاعدة واقفة يعني صراحة، اوقف واسوي واتعب وما اعرف ايش، قلت لا خليني حاطتهم بالقاع و يعني اسوي ان شاء الله. طبعا اني احب شو اسمه السلق، ما الدولمة يصير هيك عباك اصبع. اعشقها هيجي صدق، احس هيك الدولمة صارت تمام. زين، هنا عندي جبت طماطتين همين، طلعت البطن مالتهن وحشيتهن وخليتهن بالجدر اكيد. وهنا طبعا السلك كان عندي مو هالقد والله زين الصراحة، يعني زوجي يعني من كنت اسوي يجيب لي اياها شوية زين، هالمرة والله مو خوش، ما عجبني ابد. حتى الدولمة صارت شوية، ما صارت هواي. المهم حبايبي، الحمد لله اهم شي يعني سوينا شي.
باعوا شلون هنا دا اقولكم، باعوا شلون اصبع اصبع، والله صدق يصير كلش طيب، مو كل واحدة تسوي لها هاي الكبر هاي. هنا بعد ما كملت وخلصت باعوا لي هنا جو المطر يخبل، وصار هاي الكمية ونعم الحمد لله والشكر. وهذا السلك دا اقولكم انه سلك مو هالقزين ابدا. زين حبايبي، عاد هسه حتشوفون الهوسة، تعرفون بعد وراء كل دولمة كل دولمة لازم يكون المطبخ شوية هوسة. زين وصراحة أنا عرفت كل شي، قلت خل اسرع اكمل الدولمة تا هناك شاي وهاي ما اعرف ايش. اكيد راح انظفهن واكملهن. هنا أنا حطيت الماعون، تعرفون لازم ماعون اول شي ضغط حتى ما تنفل الدولمة، وحطيتها بعدين على النار. وهنا البزونة موتتني ايش عندها هنا انا ما اعرف. زين وما اقولكم البيت صار عبارة عن طيانة. وهنا شوفوا لي غسلت المواعين اكيد خلصت منهن، حطيتها عاد على النار. الدولمة هنا عرفتها بقى حبايبي ربع ساعة على نار عالية. بعدين شو راح اسوي اني؟ راح نص النار عليها حيل، واحط لها دبس رمان وملح وشوية لامندوزي اذا تردون. انا صراحة ما حطيت لامندوزي هنا. واكيد المعجون، وما قلكم صارت تخبل والله اكيد. وعاد اني بعد ما استوت وكملت راح اخذها وين اروح لاهلي. زين حبايبي هناك نتغدى سوا. واكيد حتى على الموت تصير بعد اطيب اكيد يعني تعرفون. وهنا حبايبي اكيد بعد ما وصلت البيت اهلي، طبعا هنا داكم هلا حبايبي المرة الثانية. اكيد وصلنا البيت الحمد لله اشكر بخير وسلامة. وهنا اختي يعني قلت لها، طبعا قلت لها قلبي بوتيتها، لان انا تعرفون ما هالقد ويا الدوم الصراحة وما تشبعني اصلا. زين حبايبي عاد خطيها من لقيتها مسوية بوتيتها. وهناك زوجي راح يقلبها للدولمة، وما اقولكم ايش قد كانت طيبة، وكلهم قالوا لي عاشت ايدك تخبل الدولمة والله. زين حبايبي اذا حابين تسووها مثل هاي الطريقة ومالكم علاقة يعني صدق طيبة. الحمد لله والشكر. اكيد اكلناها وخلصنا، وهي اكيد هم خلصت لان مو هالقد هواي والله صراحة، بس الحمد لله هم شي كانت طيبة. هذا المهم عندي. المهم حبايبي لهنا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يا ربي ان شاء الله عجبكم. طبعا هنا انا اخذت الشاي مالتي وضقفت يم باب المطبخ وظليت اشرب شاي ومستمتعة بجو بالمطر هذا اللي يخبل. بدينا الفيديو بمطر وانهينا بمطر همين، وخير وبركة يا رب ان شاء الله يكون هذا المطر علينا وعلى الجميع. ومع السلامة.